الدليل الغذائي الامريكي اللي بيرسم سياسات الغذاء في العالم كله رجع لنا في 2025 ومعاه مفاجآت. لاول مره من سنين لجنه التغذيه رجع لنا بثلاث تغيرات جريئه بتقلب شكل الدايت راسا على عقب. لاول مره هل الحليب كامل الدسم هيرجع معانا تاني في الدايت؟ الدليل قال لنا ان ممكن قوي يسمح اخيرا ان الحليب يرجع تاني، اللي هو حليب كامل الدسم، يرجع تاني معانا في الدايت لانه طبيعي مش معالج، على عكس الحليب منزوع الدسم اللي هو مر بمراحل كتيرة قوي في الصناعة وتمت معالجته بشكل قوي جدا. تاني حاجة بقى الدهون المشبعة، مش كلها شر. زمان كنا بنقول ابعد عن الدهون المشبعة كأنها كلها سم، دلوقتي التوصيات الجديدة بقت بتميز ما بين الدهون الطبيعية المشبعة موجودة في حتة زبدة، في حتة جبنة، سمنة طبيعي، وما بين الدهون المهدرجة اللي فعلا ضارة. التركيز هنا بيكون على نوع الدهون مش بس كميتها. النقطة الثالثة التحذير بشدة من الأطعمة المعالجة اللي هي كمان مش عشان فيها مواد مضافة مصنعة، دي كمان بتفقد الإحساس بالشبع وكمان بتأثر على الهضم والمناعة. يعني إيه الكلام ده بقى؟ يعني بلاش تكون مشغول بعد السعرات الحرارية، ولكن اشغل بالك أكتر بجودة الأكل. ما تخافش من الدهون الطبيعية، إنما خاف قوي من المعالجات الصناعية. وخلي طبقك متوازن مش متعقد. ده 2025 جاية تقول لنا إن مش كل دسم ممنوع ومش كل دايت صحي. نفهم جسمنا بقى وناكل بالعقل. لو عايز بقى تتابع معانا التحديثات العالمية تابعنا هنا عشان تعرف كل جديد. دكتور محمد حسنين، استشاري التغذية العلاجية.